على مدار حياة الأسطورة سكاكاما أنجب كتير من الأشبال، منهم اللي عاش ومنهم اللي كونوا تحالف مع بعض ومنهم اللي مات ومنهم اللي اتقتل على إيد إخواته. أهلا بيكم في أرض العجايب. النهاردة هنتكلم عن أحد أبناء سكاكاما اللي اتقتل على إيد إخواته في وسط تحالف كان يعتبر فرد من أفراده. المقطع اللي وريتهولك في أول الفيديو ده كان مشهد موته، واللي كان ليه قصة مؤثرة دي اللي هنسردها في الفيديو ده. الأسد المسكين ساندريدج أحد أبناء الأسطورة سكاكاما اللي مش محتاجين نسرد عنه كتير. ساندريدج كان واحد من ضمن الأشبال اللي أنجبهم الأسد سكاكاما. اتولد في بداية سنة 2014، لكن على عكس إخواته أو حياة إخواته كانت حياته تعتبر أصعب من بداية ما اتولد، لأنه ساندريدج اتولد في منطقة مشهورة بالعداءات الكتيرة اللي فيها والصعاب اللي بيواجهها الأسود الصغيرين، إلا إنه دايما كان بيتمتع بروح قتالية عظيمة وقدر إنه يتغلب على شدائد كتير. في أواخر سنة 2016 وبدايات سنة 2017 انضم الأسد ساندريدج لإخواته اللي أكبر منه سن، اللي هم بريتي بوي وبلوندي وأسد تالت، وكون أبناء سكاكاما تحالف من 4 ذكور. انطلقوا في شمال سابي ساند، ودي المنطقة اللي كان بيسيطر عليها ذكور كتير، ومع وصولهم بدأوا يحكموا هيمنتهم وسيطرتهم على المكان. تخيل إن التحالف القوي ما قدرش يتغلب عليه عداوات خارجية، إنما العداءات الحقيقية اللي كانت بتواجههم هي المعارك اللي بينهم وبين بعض. في التوقيت ده بدأت تظهر بعض المناوشات والمعارك بين الأسود الإخوة، في معارك كانت أشبه بمعارك سيطرة على الفخر أو القطيع. يعني تقدر تقول إن ال4 أسود كانوا بيتخانقوا فيما بينهم على مين يقود البرايد أو الفخر، وزي ما أنت عارف التحالف لازم له قائد واحد. كمان المنافسة كترت على الإناث اللي عايزين يتزوجوا معاها. في التوقيت ده تقدر تقول إن كان فيه 3 ذكور مهيمنين في نفس الوقت، ودي حاجة زي ما أنا وأنت عارفين شبه مستحيل تتحقق أو تتنفذ على أرض الواقع أو تطول لفترة طويلة. وده السبب اللي خلى المعارك اللي بدأت ما بينهم تشتد وتزيد حدة. ساندريدج بما إنه نشأ في بيئة صعبة كان عدواني للغاية، وكان غالبا ما بيحترمش قرارات اللي أكبر منه في السن. والطريف بقى إن ال4 أسود أصلا كانت أعمارهم قريبة من بعض، وعلى الهامش إحدى المعارك العنيفة اللي كانت بتقوم كانت دايما ما بين الأسدين ساندريدج وبريتي بوي. بعد فترة مش طويلة، تقدر تقول سنة أو سنة و6 شهور، وتحديدا في يوم 27 سبتمبر 2018 تم العثور على جثة ساندريدج بالشكل اللي انت شايفه ده في الإقليم الشمالي لسابي ساند. وتعثر على الجثة وهو مصاب من رقبته على إيد إحدى الذكور التانيين، ويقال إن بريتي بوي هو اللي قتله. وبرغم من الرحلة القصيرة أو العمر الصغير اللي عاشه ساندريدج، إلا إنه قدر يسيب جيناته في أجيال جاية، وينجب من اللبؤات اللي كانوا مسيطرين عليها أحفاد جداد هيشيلوا اسمه واسم سكاكاما. وبالمناسبة ساندريدج بالرغم من إن هو يعتبر أول الأسود اللي ماتوا، إلا إنه يعتبر أشرسهم وأعنفهم، وأكتر من ورث جينات سكاكاما الأسطورية. فيا ترى أحفاده هيشكلوا قصة جديدة أسطورية نحكي عنها ولا لأ؟ شاركني برأيك في التعليقات. وفي الأخير يا رب يكون الفيديو عجبك وتكون استفدت بمعلومة جديدة. هكون سعيد جدا لو انضميت دلوقتي لأسرة أرض العجائب واشتركت في القناة، وهكون أسعد لو عملت إعجاب بالفيديو. وبعتذر لكل الناس اللي ما بلحقش أرد عليهم، لأن الفيديو الواحد بياخد وقت ومجهود، ربنا وحده يعلم احنا بنقدر عليه ازاي. واشوفك الفيديو اللي جاي إن شاء الله على خير.